السلام عليكم يا اغلى واحلى متتبعين ديالي العزاز الغاليين، كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا معايا هذا الفيديو. ومرحبا بكم معايا فيديو جديد ونهار جديد. يوم ان شاء الله يا ربي غنشارك معكم فلان ديال المناسبات، ديال الافراح، ديال السبع او ديال العرس او ديال شي عراطه عندكم هماويه. غنشارك معكم فلان بسيط ولكن كيجي رائع بنات بزاف ومقادير بساطين، وغنعمل كميه بزاف، غنعمل كميه وفيره تبارك الله. هنا عندي 24 او 25 كرتونه ديال الحليب، هي 10 لتر وقلت 12 لتر ديال الحليب. وكما قلت لكم عندي هنايا غنعمل فلان السبع، كيجي تبارك الله غزال وعاقد. وما تخلعكمش يا بنات كميه، تشوفوا الكميه بزاف تقولوا راه ما غنجحش معانا، اولا جبت لكم بطريقه بسيطه وغتشارك معكم دقه بدقه. وتبارك الله كما قلت لكم كيجي غزال. انا عندي هنا 24 كرتونه ديال الحليب. هنا يا بنات كما كتشاهدوا معايا انا نزلت معكم الحساب، غنمشي معكم الحساب ديال كما كيقولوا ديال الشوارف. هنا عندي كما قلت لكم 24 كرتونه ديال الحليب، وغنعمل معاها 2 لتر ديال هولالا ديال الكريم، ديال الكريم السائله. وهنا عندي نص كيلو ديال النوا اللي مسحته يعني خضر ما كنحمروش. كنعمل نص كيلو ديال النوا اللي مسحته بالغبر ديالو وهرمشته في الهاشور كما كتلاحظوا معايا. هنا البنات غنمشي معكم الحساب كما قلت لكم ديال الشوارف. غنعمل لكم 3 ديال الكراتين البنات ديال الحليب، غنعمل معاهم 3 6 ديال فلان ديال التشينو، فلان الدرهم عفوا فلان الدرهم. غنعمل 6 كل 3 كراتين البنات ديال الحليب كنعمل معاهم 6. هنا كما كتلاحظوا معايا في الرقص كل 3 كما كتلاحظوا معايا في الصوره، كل 3 ديال الكراتين نزلت قدامهم 6 فلانات. عملت معكم الحساب بنات باش ما تمشيو يعني بدقه بدقه، باش ما تعملوش شي الحليب زايد على فلان. ضروري كما قلت لكم غتمشيو بمقادير مضبوطه بنات اللي شاركت معكم. كما قلت لكم كل 3 كان معاهم 6 فلان غير عادي يا بنات ديال تشينو، انا ما كنعملش فلان رويال. كما قلت لكم البنات انا كنعمل فلان عادي. هنايا ضروري يا بنات غتجيبوا واحد المول وطنجره كبيره كنخويو فيها الحليب وكنعملوه يغلي فوق النار. وبالنسبه للفلان كنعمل زلافه ديال السكر، والسكر الحلاوه كتبقى الاختيار ديالكم البنات. هنا كنعمل واحد المول كنخلط السكر وفلان بالحليب بارد باش ما يتكورناش، ضروري كنخلطوه بالحليب بارد باش ما كيتكورش. والنوا بنات حتى هو خلطوه بالحليب بارد حتى هو عاوتاني باش ما يتكوه لكمشي. كنخلي واحد 3 الكراطن ديال الحليب وكنبقى نخلطو به ديك النوا وكنخلطو به فلان وكنطربوه مزيان. هنا الحليب عملتو كيغلي. هنا بنات حاولت نصفي هذا فلان باش ما يبقى، باش نتفادى ديك الكرات. نتوما ذوبتوه مزيان بلا ما تصفيوه، الحق من احسن صفيوه. هنا كنعمل طنجره كبيره بنات باش كنخلط كلشي بدقه واحده. انا كنخلط واحد المعلقه ديال العود. كما قلت لكم بنات هاد الفلان ساهل صراحه الله وبسيط يعني بدون تعقيدات. هنا الحليب بدا كيغلي لي هاد الفلان الغلالي. عاد كنعمل كريمه بنات، خليو كريمه هي الاخرانيه هاد هولالا، خليوها هي الاخرانيه كطيب واحد المذاق مزيونه بنات لهاد الفلان. وهي اللي كتعقد لنا هاد الفلان كيجي عاقد وما كيجيش يعني فيه الماء نهائيا. نتوما غتشوفوا معايا في الاخر ديال الفيديو. غير زعموا الصراحه الله بنات، عدلوا يعني عدلوها بيدكم، غير زعموا عليه راه ساهل وكيجي مزيون بزاف. هنايا بنات بقيت كنخوي ديك النوا، وهنا كيبان لي بحال مكور، حق هو اصلا ملي كيبدا يغلي كيطلق راسو. من الاحسن خلطوه كما قلت لكم بالحليب بارد. وبالنسبه الفلان ذوقوه وشوفوا على حسب الحلاوه واش باقي خصو السكر زيدوا السكر، ولا كان هو هذاك بلاش. كاين اللي كيبغي الفلان حلو بزاف، وكاين اللي كيبغي فلان معوض. انا بنات جبت هاد المولات هادو كما قلت لكم. انا عملت عندي 10 ديال مقالس، يعني 10 ديال بلاطو ديال فلان. انا جبت هاد البلاطو هادو مزيونين البنات كيعملوا فيهم فلان. هنا غنزوقهم بديك كريم كراميل. انا شريته جاهز صراحه كريم كراميل، ما عدلتوشي، ولكن نتوما عدلوها بنات. راه كراميل ساهل، غير كتحرقوا السكر كاس السكر في المقله وكتنقصوا عليه وكتخليوه حتى يعني كيرجع يعني مذهب يعني كراميل. عاد كتعملوها في قاع ديال المول. هنايا بنات بعد ما عقد لي فلان وزدت عليه كما قلت لكم النوا،
وما تنساوش البنات راني نسيت ما ضفتلكمش واحد ضيفوا فيه واحد جوج ديال الساشيه ديال السكر فانيلا، حتى هو كيعطي واحد المذاق مزيون. وهنا جبت واحد الكاسرونه وبقيت كنخوي هاد فلان في المولات. كما قلت لكم البنات راهو ساهل وبدون تعقيدات، واهم حاجه راهو كيجي ناجح البنات 100%. جربوا هاد الطريقه هادي وردوا عليا. شو تبارك الله شحال جاو، كما قلت لكم جاو 10. راه الحساب مضبوط البنات، غير زعموا وجربوا بهاد الطريقه هادي وردوا عليا. انا هنا ما عملت واحد جوج كيسان لولادي. هنا تبارك الله كيما قلت لكم باقي كنخويه في المول، هو تبارك الله كيعقد. انا فلان كيعجبني البنات يكون عاقد، ما كيجيش ميه مره، يعني ما كتقلبوا فلان كيجي فلان عاقد، ما كيجيش يعني معمر بالماء ولا خفيف ولا كيجي تبارك الله عاقد. انا هنا يا البنات عندي نواقي فيلي هنا يعني 30 درهم، ولكن ما نحتاجوش شي كامل. نواقي فيلي اللي غنحمرو غنزين به هو وفروطه. هنا البنات التزيين كيبقى الاختيار ديالكم طبعا. هنا كنخليهم شويشه كندخلهم للثلاجه. شو تبارك الله البنات لاحظوا معايا في التبسيط كيفاش كيجي فلان عاقد، ما كيجيش فيه الماء نهائيا. انا بنات كيعجبني فلان يكون عاقد وما كيجيش ميه، يعني ملي كتزينوا بفروطه وملي كتقطعوا البنات كيجي مقطع طروفه، يعني ما كيجيش ميه نهائيا. وكيجي بديك النوا وبكراميل، وكما قلت لكم كيجي بنين بزاف. غير زعموا البنات راه الطريقه بسيطه، واهم حاجه هي اقتصاديه البنات. ما كاينه لا فلان رويال لا حتى شي حاجه. حتى كريمه البنات عملت غير 2 ايترون في 10 ديال بلاطو ديال فلان. كما قلت لكم راه اقتصادي وشاركت معكم بطريقه بسيطه بنات. نتمنى من الله تجربوه وتردوا عليا. شو تبارك الله كيفاش كيجي عاقد، كيجي غزال. والتزيين كيبقى طبعا الاختيار ديالكم، ولكن التزيين هيدا بفروطه كيجي مزيون بزاف. هنا حمرت ديك النواقي فيلي وزينت بيه وزينت ديك صوص كراميل. شو تبارك الله كيفاش كيجي. كنتمنى من الله تجربوه وتزعموا الحاجه تعدلوها بيدكم. كيجي اقتصادي يا بنات، كيجي اقتصادي وكيجي هماوي صراحه وبصحه وراحه. وكنتمنى تجربوه وتخليوها لي في كومونتير. وشكرا لكم.